دلوقتي هكلمك عن اللي هو الحرف رقم 3 في كلمة الأدمي اللي هو الميتابوليزم. الميتابوليزم ده له اسم تاني اسمه البايو كونفرجن، عشان لما تبص في أي مرجع علمي بعد كده تلاقي بايو ترانسفورميشن بايو كونفرجن. ده معنى كلمة الميتابوليزم. يعني ايه بايو كونفرجن او يعني ايه ميتابوليزم او يعني ايه بايو ترانسفورميشن من الآخر؟ بكل بساطة جسمك بيحدث تغييرات على المركب الدوائي اللي انت بتدخله. اي دواء احنا بنصنعه هو كيميكال ستراكشر، اوكي؟ الكيميكال ستراكشر ده سي مثلا يا سيدي ان هو معمول في هيئة استر. حد عارف المجموعة بتاعت الاستر بتتكتب ازاي؟ ار. تبقى ار سي دبل بوند او ايوه، او واو كمان، وار، ار. صح كده؟ فالمركب بتاعنا، الدواء بتاعنا كان معمول في هيئة استر مثلا. طيب، اللي حصل ان المركب بتاعنا ده لما عدى على انزيمات معينه موجوده في الانتستين، موجوده في الاستمك، موجوده في الليفر، موجوده في الدم، موجوده جوه الخلايا حتى بتاعت التيشو اللي هو راح لها، موجوده في اي حته. لما راح لانزيم معين حصل ايه؟ حصل مثلا يا سيدي هيدروليسيس. طب هو لما بيحصل هيدروليسيس للاستر جروب بتتكسر، بيطلع لي منها ايه يا فاطمه؟ بما انك جاوبتيني بقى، الاستر لما بتتكسر بتطلع ايه؟ حد فاكر؟ بتطلع غالبا اسيد وبيس. ولا اسيد والكحول؟ اسيد والكحول، سوري. مظبوط، طلع لي اسيد والكحول. فهتطلع لك اسيد، هتطلع لك الكحول. اوكي؟ فاذا حصل تغيير في شكل الدواء. الدواء بتاعي كان بالمنظر ده، بقدره قادر جوه الجسم بقى مركبين جداد خالص. ده معنى كلمه الميتابوليزم، ده معنى كلمه البايو كونفرجن، ان الجسم غير في شكل الدواء، احدث اختلاف في شكل الدواء. والله الكحول بقى كيتون، استر مش عارف بقى الكحول واسيد، الكيتون رجع الالكحول تاني، مش عارف ايه. حصل تغيرات في الشكل بتاعه. فده معنى الميتابوليزم. طب هو انا ليه الجسم بيعمل تغييرات في شكل الدواء؟ ايه الهدف الاساسي اصلا؟ ايه الغرض الاساسي ان انا لما بيخش لي مركب ما الجسم بيعمل عليه تغيرات؟ يعني ليه الجسم يعمل اوكسيديشن؟ ليه الجسم يعمل اسيتايليشن؟ ليه يعمل له هيدروليسيس؟ ليه ايه الاسباب بتاعت دي كله؟ قال لي والله عشان خاطر يقدر يتخلص منه throughout the kidney. الجسم علشان يتخلص من جسم معين بيخرجه من الكدني. وهنعرف كمان شويه عند الاكسكريشن ان المركب علشان يفضل قاعد في اليورين ويخرج مع اليورين بره الجسم لازم يبقى ماله؟ بولر، لازم يبقى هيدروفيليك، لازم يبقى بيحب الميه لان اليورين ده ميه. فاذا لازم عشان خاطر الجسم يتخلص من المركبات الغريبه اللي داخلاله لازم يبقى المركبات دي بولر وهيدروفيليك. طب يا دكتور لو المركب اللي انت خدته من بره الدواء بتاعي كان هيدروفيليك بالفعل اهو، يحصل ايه؟ هيخرج اكسكريشن على طول، هيبقى خروجه سهل. هيخرج وهقول عليه لفظ كده unchanged، يعني without metabolism، يعني ما حصلوش اي ميتابوليزم، الجسم ما احدثش فيه اي تغيرات، خرج بسهوله. طيب لو الدواء بتاعي ما كانش هيدروفيليك، ما كانش بيحب الميه، كان حاجه مثلا لايبوفيليك وهايلي لايبوفيليك، طب ما اللايبوفيليك ده مش هيقدر يخرج من الكدني. ليه؟ هقول لك قدام كمان شويه، افتكرها من دلوقتي، افتكر الكلمه دي على جنب. بيحصل له ري ابزوربشن من الكدني، سوري، بيحصل له ري ابزوربشن من الايه؟ من الكدني، بيرجع تاني من اليورين يرجع للبلد، فبيحصل له اكيوميليشن جوه البلد، بيتراكم جوه البلد. طيب طب لو هو لايبوفيليك، بص بقى الايه الحركات اللي جايه دي. فاذا انا دلوقتي كجسم عايز الدواء اللايبوفيليك ده اخرجه ثرو اوت ذا كدني، اعمل له ايه يا ترى؟ اعمل فيه تغيرات، اعمل له ميتابوليزم عشان احوله من حالته اللايبوفيليك دي لحاله بولر. طب الحاله بولر دي هل هي حاله كافيه ان هو يخرج؟ لا، ده انا عايزه يبقى بولر وهيدروفيليك كمان، فيخش في مرحله ميتابوليزم جديده، يتضاف له جروبات جديده ويتعمل فيه تغيرات جديده
علشان يتحول into hydrophilic compound. فلما يتحول لبولر هيدروفيليك كومباوند يقدر يخرج من الكدني بكل سهوله. فعشان تبقى انت راجل فاهم قبل ما نخش في التفاصيل، هو الجسم ليه او عمليه الميتابوليزم دي اللي بتحصل، ايه الهدف الاسمى لحدوث عمليه الميتابوليزم؟ هو والله انا عايز احول الحاجه من اللايبوفيليك فورم انتو هيدروفيليك فورم. ليه؟ عشان اليورين ميه، فعشان الحاجه تفضل في اليورين وتخرج بره الجسم بكل سهوله، لان ده المين اورجان اوف اكسكريشن، يبقى لازم احولها هيدروفيليك. فدي وظيفه الايه؟ المرحله اللي قبل الاكسكريشن اللي هي مرحله الميتابوليزم، ان انا احول المركبات بتاعتي انتو هيدروفيليك فورم. طب يا دكتور، من اللي انت بتقوله ده انا خدت بالي ان في حاجه اسمها فيز 1 ميتابوليزم، في حاجه اسمها فيز 2 ميتابوليزم. دي زي ما بنقول كده ايه، والله انت زي مثلا الشقه، انت بتمحر بعد كده بتبيض. حلو. فانت المرحله الاولى دائما ابدا هي المحاره، المرحله الثانيه دائما ابدا هي الدهان. فده زي ده بالظبط في الميتابوليزم. في مرحله اولانيه وهي الفيز 1 اللي هو اللي بيحصل فيها المحاره. يعني ايه المحاره؟ بنسمي المرحله دي functionalization reaction، يعني بعمل addition of function group. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هنحط بولر جروب، هنحط جروب ليها بولاريتي. حد ممكن يفكر معايا يعني ايه اضيف بولار جروب؟ ايه هي البولار جروبس اللي جت في دماغك لما قلت لك كلمه بولار جروب؟ اي مثال. ايه ال البولار OH جروبس في الايه؟ OH الاو الكحول. اتش. بالظبط 100 100. والان اتش مثلا. مظبوط. فاذا انا كجسم هيبقى عندي انزيمات متخصصه في ان هي اي مركب يجي لها هتروح لازقه له او اتش، او لو هو عنده حاجه ينفع تتحول ل OH يحولها ل OH. زي مثلا لو جالها مركب عنده كيتون احوله ل OH. هو عشان الكيتون يتحول ل OH دي عمليه اسمها ايه؟ اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ ريدكشن. ريدكشن. طب لو انا عندي COOH عشان احوله ل OH دي عمليه اسمها ايه؟ ريدكشن برضه. بالظبط كده، ريدكشن. طب عشان احول من ال OH هنا يبقى اوكسيديشن. فاذا انا ممكن كجسم المركب يجي لي اقرع ما عليهوش اي حاجه، اروح حاطط له او اتش، او يجي لي كيتون اروح محول الكيتون ل او اتش. فيبقى انا يا اما هضيف فانكشن جروب يا اما هعمل انماسكينج لفانكشن جروب هي عنده اصلا، هكشف عن ايه؟ عن فانكشن جروب هي عنده اصلا. طيب يبقى may increase decrease or how دي حته ثانيه ليها علاقه بالفارماكولوجيكال افكت. طب حد فيكم هيسالني يقول لي يا دكتور، طب المركب بيبقى داخل كيتون، احنا مصنعينه كيتون لغرض ما، والله مثلا عشان خاطر الكيتون دي هتعمل بوند معينه في الحته المعينه اللي هو هيشتغل فيها، فوجود الكيتون جروب دي مهمه لفاعليته لمفعوله، فاحنا صنعناه معاه كيتون جروب للهدف ده. دلوقتي لما الجسم يحول الكيتون جروب دي into OH، ما مدى تأثير ذلك على فاعلية الدواء؟ هقول لك هنا تقول لي على حسب. مش شرط في كل الأوقات يبقى التغيير اللي هيحصل في تكوين الدواء بيقلل مفعوله، لا عادي. ده احنا في أوقات احنا بنتذاكى على الجسم وبنعمل ايه؟ نلاقي مثلا ان انا كتصنيع دواء حاليا اصنعه في هيئة الكيتون، دي حاجة حلوة مثلا للابزوربشن، يعني امتصاص الكيتون لو هو في شكل الكيتون يمتص احسن. بس هو ما بيشتغلش في هيئه الكيتون، ده بيشتغل في انهي هيئه؟ في هيئه الالكحول. يعني لما يروح للمكان بتاع شغله بيشتغل از الكحول. امال ليه انا صنعته ككيتون؟ صنعته ككيتون عشان ابزوربشن بتاعه يبقى احسن بكتير واوفر لي في التصنيع. طب هيتحول ازاي او اتش؟ ما احنا من خلال دراستي انا عارف انه اول ما يعدي على الكبد، الكبد هيحوله من الكيتون للاو اتش. فاوقات كتير جدا اجي اقول لك ان انا عملت دواء اسمه ايه؟ ها، عارفين الاسم؟ عارفين المسمى ولا مش برودراج. عارفين؟ برودراج. برودراج. بالظبط. يقول لك انا عملت حاجه اسمها برودراج. يعني ايه برودراج؟ يعني هيجيت اكتيفيتد ان ذا بودي، يحصل له اكتيفيشن جوه الجسم.
من خلال دراستي ومن خلال معرفتي بعمليات الميتابوليزم الاساسيه اللي هو الدواء ده هيتعرض لها، عارف مليون في الميه ان انا لما اصنعه بالجروب دي الجسم هيغير الجروب دي لجروب ثانيه اللي هي هتبقى اكتف. فاذا مش شرط ان الميتابوليزم اللي يحصل ده يقلل مفعول الدواء او يزوده او ما ياثرش خالص. فاذا عندك كل الالفاظ اهو: may increase, may decrease, or have no effect on the pharmacological effect. امال التغيير ده definitely بيعمل ايه في الدواء؟ بيغير في البولاريتي بتاعته، يعني بيخليه من الهيئه النون بولر انتو بولر، لان ده الهدف الاساسي. طب تغيير على الفارماكولوجيكال افكت على حسب. على ايه؟ على حسب. طيب الفيز 1 رياكشنز موست فريكوينتلي انفولفد ان دراج ميتابوليزم بتحصل عن طريق السيتوكروم بي 450. بتتقال كده يعني لغه الدكاتره لما بنتعود لما تيجي عشان نقعد نقول سيتوكروم بي 450 او لا، سيتوكروم بي 450 بنقولها كده على طول. اللي هو ايه؟ الكب سيستم ده مجموعه الاف الانزيمات موجوده في الكبد او مئات. حلو كده. الانزيمز دي هدفها ايه؟ والله انزيم بيعمل اوكسيديشن، انزيم بيعمل هيدروليسيس، انزيم بيعمل ريدكشن، انزيم بيعمل بلا 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 وهكذا. ففي مجموعات انزيمات كبيره جدا في الكبد اسمها مجموعه السيتوكروم. تمام؟ بتبقى مئات والاف الانزيمات. كل انزيم بيبقى ليه غرض معين. مين اشهرهم يا سيدي الفاضل؟ هنيجي لاشهرهم دلوقتي ونتكلم عن الايه؟ عن المجموعه اللطيفه دي. ايه الانزيمات دي؟ طبعا اللي هم الميكروسومال ميكسد فانكشن او مايكروسومال انزيمز، اسمهم كده الميكروسومال انزيمز. تمام؟ فيهم ايزوزايمز كتير، يعني سب تايبس كتير جدا من انزيمات موجودين في معظم الخلايا مش في الكبد بس هم دائما ابدا بريدوميننتلي فاوند، مشهورين جدا ومنتشرين جدا في الليفر وفي الجي اي تي. حلو كده. طيب يا دكتور مين اشهر واحد فيهم؟ الايه؟ سيتوكروم 3A4. سيتوكروم بي 4 ايه 3A4 ده اشهر واحد في العيله بتاعت السيتوكروم بي 450. تمام؟ ده الموست كومن. دي بتيجي MCQ هي، يعني ممكن تجي لك MCQ هي. افتكر جت في سنه من السنين يعني، جات لهم في الميد ترم. مين اشهر واحد موست كومن انزيم في السيتوكروم بي 450؟ طيب نيجي بعد كده لحاجه مهمه جدا. احنا دلوقتي عرفنا ان الفيز 1 رياكشن هم السيتوكروم، عشان دي برضو MCQ هي، خلي بالك يعني. MCQ هي بتيجي يقول لك ايه؟ مين امثله او مين الانزيمات اللي بتعمل الفيز 1 رياكشن، ويجيب لك حاجات كتير قوي من ضمنهم يبقى السيتوكروم بي 450. فالسيستم ده هو اللي بيعمل الفيز 1. ده اشهر واحد في الفيز 1، دي اعرفها. طيب ايه المعلومه الثانيه المهمه اللي عايزين نعرفها عن السيتوكروم؟ عايزين نعرف حاجه اسمها سيتوكروم بي 450 انديوسرز والسيتوكروم بي 450 انهبيتورز. طيب تعال نروح على الورق الابيض بتاعنا ونشرح الايه؟ الكلام اللطيف ده. بص يا سيدي الفاضل، دلوقتي انا اتفقت معاك ان الدواء بتاعي هيشتغل عليه انزيم من الانزيمات بتاعت العيله دي عشان يعمل له ايه؟ يغير في شكله. والله هو عنده كيتون هيخليها OH مثلا. طيب فعندي الدواء اهو، فلنفترض ان الدواء بتاعي ده هو الوارفرين. ماشي؟ الدواء بتاعي هو الايه؟ الوارفرين. الوارفرين ده هيتلعب في شكله، هيتغير في شكله. مين اللي بيغير في شكله؟ سيتوكروم بي 450 انزيم واحد من العيله دي هيشتغل على الراجل المحترم ده، يعمل لي ميتابولايت. ميتابولايت ده اللي هو الناتج عن الميتابوليزم بتاع الورفرين. ميتابولايت اوف وورفرين، شكل متغير من الورفرين. عظيم خالص. طيب اللي لاحظناه الميتابولايت بتاع الورفرين ده اكتف ذان هيم ولا ليس اكتف؟ اللي لاحظناه ان هو كان ليس اكتف عن الورفرين، يعني اضعف من الورفرين، مفعوله اضعف واقل من الورفرين. وعمك الورفرين ده شكله الطبيعي اللي احنا مصنعينه هو الاكتف فورم. ده الايه؟ ده الشكل اللي شغال والطبيعي والكويس خالص. فاذا احنا بندي الورفرين عشان الورفرين يعمل مفعول. طب يا دكتور ممكن تقول لي معلومه كده قبل ما نوصل لفارما 2 ناخد الموضوع ده؟ قول لي هو الورفرين بيعمل ايه؟ حد عارف الورفرين بيعمل ايه؟ هو ده شبه الأسبرين؟ شبه الاسبرين، اللي هم كلهم بقى إيه اسمهم ايه؟ انتي ايه؟ أنت انتي كواجولانس. انتي كواجولانس يعني مضادات للايه؟
للتجلط. يعني بيعملوا ايه في الدم؟ بيخلوه يتجلط ولا يبقى سايل؟ لا، يبقى سيل. صح بالظبط، بيعمل سيولة في الدم. عظيم. يبقى الراجل المحترم ده مفعوله الاساسي انه بيسيل لي الدم، بيخليه مضاد للتجلط، الدم ما يتجلطش بسهوله. فبنديه للناس اللي عرضه للجلطات او للسكتات الدماغيه، بيبقى ماشي على وورفرين عشان الراجل ده بيحصل له جلطات كتير، دمه بيتجلط كتير، فانا مش عايز دمه يتجلط فبمشيه على وورفرين. طب كويس خالص. واحنا عارفين ان الورفرين بيتكسر نسبه منه يتحوله لميتابولايت تاني، فانا ظابط نفسي انا كدكتور وكراجل صيدلي متابعين حاله المريض ده، ظابطين له جرعته ان انت حضرتك هتاخد كل يوم 3 مللي جرام، قرص 3 مللي جرام. احنا عاملين حسابنا ان في 1 مللي جرام من الجرعه دي بيتكسر. يعني ايه بيتكسر؟ كلمه بيتكسر يعني بيتحول للميتابولايت ده. ده معنى كلمه بيتكسر، عشان لما اقولها كتير قدام تبقى انت فاهم من معنى الكلام. و2 مللي جرام بيفلتوا، بيفضلوا از وورفرين، ودول اللي بيدوا المفعول. فاحنا مظبطين حالنا على كده. طيب حلو قوي. جه الراجل المحترم ده مشي على دواء تاني، او دخل في الرجيم بتاعه دواء جديد، ايا يكن الدواء، هنعرف امثله كمان شويه. الدواء ده اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه انديوسر. انديوسر لمين؟ للسيتوكروم بي 450. تاني كده معلش يا دكتور، الدواء اللي هياخده جديد هو دواء بيحفز شغل الانزيمات دي. لا معلش فهمنا تاني. بص يا سيدي الفاضل، الورفرين ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه سبستريت اوف سيتوكروم بي 450 انزيم. يعني ايه سبستريت؟ ده الزبون، ده الزبون بتاع السيتوكروم بي 450. السيتوكروم بي 450 بيشتغل عليه، يعني الراجل ده بيتضر من السيتوكروم بي 450 او بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم، فاسمه سبستريت. عظيم. في ادويه تانية بقى هي ما بتتضرش من السيتوكروم بي 450 او ما بيحصل لهاش ميتابوليزم من السيتوكروم بي 450، ولكن هي نفسها بتعمل تحفيز لشغل السيتوكروم بي 450. هو في الاول وفي الاخر السيتوكروم بي 450 ده ايه؟ ما هو كيميكال ستراكشر، ما هو انزيم. في حاجات هتزود مفعوله، في حاجات هتبطئ مفعوله. حلو كده. ففرضا يا سيدي الفاضل جينا المريض بتاعي ده ضاف للرجيم بتاعه دواء، الدواء ده من طبيعته ان هو بيحفز شغل انزيمات الكبد، بيعلي شغل انزيمات الكبد، بيسرعها، بيكبرها، بيعظمها، قول اي مصطلح. فهسأل كارول، يا كارول دلوقتي لو اديت له انديوسر فحفز لي شغل السيتوكروم بي 450، معنى كده ان السيتوكروم بي 450 بقت بتشتغل اسرع واكتر واكتر. معنى كده كميات الورفرين في الدم هتزيد ولا هتقل؟ هتقل. كمية أكبر عظيم، هتتحول ميتابولايت. الله ينور عليكي. الورفرين هيقل. طيب والميتابولايت يزيد ولا يقل؟ يزيد. عظيم جدا. طيب لو سألت حضرتك سؤال بعده، طالما الورفرين قل يبقى الانتي كواجيولانت افكت، الافكت بتاع الورفرين هيزيد ولا هيقل؟ هتقل. هتقل. فاذا البيشنت بتاعي يحصل له ستروك ريسك، الريسك بتاع انه يحصل له سكتات دماغيه وجلطات يزيد ولا يقل؟ هتزيد. يزيد. الله ينور عليكي. فاذا لو انا في الحاله بتاعتي دي ان الورفرين هو الاكتف والميتابولايت بتاعه هو الليس اكتف، لو اديت انديوسر حاجه بتحفز انزيمات الكبد هيحصل هنا دراج انتر اكشن. يقول ايه؟ تيجي تخش على ليكزيكوم كده يقول لك ممنوع تدي الورفرين مع الدواء ده. الدواء ده هنسميه سميحه، اي دواء هنيجي للامثله دلوقتي. سميحه، ممنوع الورفرين يتاخد مع سميحه. ليه يا جدعان ممنوع؟ قال لك اصل سميحه بيحفز التكسير بتاع الورفرين، فبيقلل كميه الورفرين في الدم، فبيقلل الانتي اوكواجلانت افكت بتاع الورفرين
فنسبه الستروك تزيد عند المرضى اللي ماشيين على سميحه والورفرين. فيبقى الدراج انتر اكشن هنا انا عرفت اشرحه. طب ماشي يا دكتوره، ممكن تقول لي يا دكتوره لو عندي وورفرين برضه ودي بيشتغل على السيتوكروم بي 450 بيتحول لميتابولايت، بس المره دي انا ما اديتلهوش سميحه، انا اديته انهبيتور. دواء من صفاته ان هو بيعطل شغل انزيمات الكبد. اسمه ايه؟ اسمه مديحه. طب حلو خالص. الدواء اللي اسمه مديحه ده، واحنا متفقين مع بعض ان الورفرين هو الاكتف وان الميتابولايت ده اللي ليس اكتف، تمام؟ وانت ليه بتكتب يا دكتور مش ده الطبيعي؟ ده 95% من الحالات بتاعت الادويه كده، ان الميتابولايت بيبقى اضعف من البيرنت دراج، ولكن في استثناءات، فعشان كده لازم اكتب. طيب اديت انا الانهبيتور اللي هو مديحه. طب يلا يا عائشه افتحي وقولي لي، عائشه معايا اصلا ولا قفلت؟ عائشه موجوده. يلا يا عائشه، دلوقتي انا اديت حاجه بتعطل انزيم السيتوكروم بي 450 اللي هو بيكسر الورفرين انتو ليس اكتيف ميتابولايت. طب يا ترى في الحاله دي الورفرين كميته في الدم هتبقى قليله ولا زياده عن اللي احنا متوقعينه؟ زيادة. ما سمعتش. زيادة. ايه؟ حد سامعها يا جماعه؟ طيب نسال عبد الرحمن. معلش يا عيش عشان مش سامع، نسال عبد الرحمن. افتح عبد الرحمن. بقول معاك. هتكون زيادة، معلش عشان طب هي عائشه جت. معلش يا عبد الرحمن. معلش يا عبد الرحمن. عائشه جت. الورفرين هيزيد في الدم عن اللي احنا متوقعينه ولا يقل يا عائشه؟ هيزيد. هيزيد 100 هيزيد في الدم. طب والميتابولايت بتاعه؟ هيقل. عظيم جدا. طب الانتي كواجولانت افكت بتاع الورفرين هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. يقل. الورفرين زاد، مش الورفرين هيزيد. انتي كواجولانت. أيوة. بالظبط، هيزيد. عظيم. طب ما دي حاجه حلوه يا دكتور. اقول لك لا، هو سيوله الدم دي لما تزيد ايه اللي يحصل؟ ريسك اوف هيموريج. بليدنج وهيموريدج. الله ينور عليك. انا كده كده ضربت لكم مثال بدواء منيل ب 60 نيله، ما ينفعش اللعب معاه. يعني هو لو قل يعمل مصايب جلطات، لو زاد يعمل لي هيموريدج وبليدنج. فعشان كده ضربت مثال بالورفرين. الورفرين ده سموه دايما احفظوا كده القماص. دايما انا كنت بحفظه للولاد اللي كانوا معايا قبل كده، للقماص. كل حاجه في الدنيا بتتعارض معاه، مش في الميتابوليزم بس، ده في البلازما بروتين بايندنج، في خروجه من الكلى، كل اي حاجه بيتاخد. عشان كده الورفرين دايما بيتعمل له تحليل يا اولاد اسمه اي ان ار. الناس اللي ماشيه على وورفرين تعمل لها تحليل اي ان ار، تحليل سوليد دم، بتتعمل على طول بشكل بيريوديكلي كل شهر وكل شهرين، وتلاقيهم على طول ما فيش واحد فيهم ماشي على جرعه ثابته، لا عمالين يغيروا الجرعه. حد عارف الورفرين موجود في ادويه ايه؟ في دواء ايه في السوق؟ برطمانات كده، في منه تركيز 1 و2 و3 و4 و5 كمان. طيب هتعرفوا لي وهتقولوا لي بعد اذنكم، هتعرفوا اسمه وتقولوا لي تركيز الدواء اللي في مصر اللي في برطمانات ده، وتقولوا لي اسمه. طيب الريسك اوف بليدنج هيزيد. عظيم. يبقى انا لو اديت انهبيتور سايتوكروم بي 450 انهبيتور هيعمل الكلام ده. طيب هل اخدها قاعده يا دكتور ان الانهبيتورز بتاعت السايتوكروم بي 450 لو اتاخدت مع سبستريت للسيتوكروم بي 450، مين السبستريت ده؟ اللي هو الورفرين، يبقى اذا مفعوله هيزيد لانه هيتراكم في الدم؟ هي قاعده عندما يكون البيرنت دراج هو الاكتف والميتابولايت هو اللي ليس اكتف. ايه ده؟ هو في حالات تانية؟ يس، في حاله تانية ان البيرنت يبقى ليس اكتف والسيتوكروم لما بيشتغل عليه بيحوله انتو ميتابولايت، والميتابولايت بتاعه
هو اللي بيبقى اكتف. ساعتها بقى ايه؟ العكس في كل اللي قلناه. يبقى ساعتها لما هدي انديوسر، يبقى الانديوسر ده هيحفز عمليه الميتابوليزم، يبقى الناحيه دي هي اللي هتزيد، يبقى الاكتيف فورم هو اللي هيزيد، يبقى مفعول الدواء هو اللي هيزيد. طب لو اديت انهبيتور، يبقى انا هابطل او هبطئ عمليه الميتابوليزم، يعني الناحيه دي هي اللي هتزيد، الناحيه اللي ليس اكتيف يبقى اكتيفيتي الدواء هتقل. يبقى انت لما تيجي تذاكر الحته دي، ذاكر الوضع الكومون، الوضع الطبيعي اللي هو ايه؟ ان البيرنت هو الاكتيف وان الميتابولايت هو اللي ليس اكتيف، وذاكر الانديوسر بيعمل ايه والانهبيتور بيعمل ايه. كلمتين ورد غطاء. تمام، ما تكترش عن كده. ماشي. الفيز رقم 2 خلاص، يبقى احنا في الفيز رقم 1 السيتوكروم كتر الف خيرهم حطوا لنا بولار جروب او اتش ان اتش ايا يكن. طيب اوقات المحاره ما بتبقاش كفايه، انا عايز ادهن، يعني الاو اتش دي اوقات ما بتبقاش كفايه لخروج الدواء من الكدني، لسه الدواء ستيل عنده لايبوفيليستي منعاه ان هو يخرج من الكدني، بيرجع تاني الدم. طب نعمل ايه انا كجسم؟ يزود، يدوس اكتر واكتر، يزود البولاريتي اكتر واكتر، يعمل حاجه اسمها فيز 2 رياكشنز، وهي دي كونجوجيشن رياكشنز، اسمها كونجوجيشن. يعني ايه كونجوجيشن؟ بيركب كونجوجيت. يعني ايه بيركب كونجوجيت يا جماعه؟ حد عارف يعني ايه كونجوجيت؟ زي ملحق، يعني الحاق. كونجوجيشن يعني الحاق، بيلحق في المركب مركب تاني يكون بولر، حاجه كبيره بقى المره دي. زي ايه يا دكتور؟ اشهر حاجه في الكونجوجيشن رياكشنز هو الجلوكيورينيديشن. جلوكيوريك اسيد بيحط، او جلوكيورينيديت، مركب سيبك من الاسم، بس هو ايه العمليه المشهوره اللي عايزك تعرفها في الام سي كيوهات دايما؟ يقول لك ايه اشهر رياكشن من رياكشنات الفيز 2؟ هتقول له جلوكيورينيديشن. طب هل هو الوحيد؟ لا، مش هو الوحيد. اوقات ممكن نعمل اسيتايليشن، نركب اسيتايل جروب، او نعمل امينو اسيد، نحط امينو اسيد على المركب، يكون امينو اسيد يكون هيدروفيليك. فاذا في عمليات كتير ان انا بحط كونجيوجيت على المركب عشان اخليه مور هيدروفيليك عشان يقدر يخرج بسهوله. طيب العيله دي او عيله الرياكشنات دي اسمها رياكشنات الديتوكسيفيكيشن. حد عارف يعني ايه ديتوكسيفيكيشن؟ توكسيفيكيشن. طيب توكسيفيكيشن يعني ان انا بخلي الحاجه فيها سم. طب ديتوكسيفيكيشن يعني بنز بخرج كل التوكسينز من الجسم، عايزة الله اخرج ينور. التوكسينز. بالظبط كده كده كده، اصلا الغرض الاساسي بتاع الجسم من العمليات دي، يعني الرياكشن ده له غرضين. اولا ان هو يخلي الحاجه مور هيدروفيليك، ثانيا ان الكونجوجيت اللي هيتضاف على المركب ده هيبطل اي مفعول للمركب ده مهما كان. فاذا اللي مشهور جدا عن عمليه الميتابوليزم فيز 2، فاكر في فيز 1 انا قلت لك يا اما يزود مفعول الدواء، يا اما يقلل مفعول الدواء، يا اما ما يغيرهوش خالص، صح؟ طب في فيز 2 لو قلت لك يا ترى فيز 2 رياكشنز بتقلل مفعول الدواء ولا بتزوده ولا ما بتاثرش عليه، هتقول لي ايه؟ قول لي بتقلله. بتقلل، بتبطل مفعوله خالص. ده هم ده اصلا مفهوم المشهور عنهم ان هم ديتوكسيفيكيشن. ده هم اساسا الجروب اللي بيلزقوها في الدواء بتاعي بتبطل مفعوله، بتغير مفعوله تماما. لو هو سم مش هيبقى سم، ولو هو دواء بيعالج مش هيعالج. فمشهور عنهم الاسم ده كومونلي، عشان لو فتحت اي مرجع وقريت تلاقي الاسم ده تبقى فاهمه. طيب حلو جدا. هل ده في المطلق؟ هقول لك لا، في دايما استثناء، ده اللي بيجي لك في الام سي كيوهات. هيقول لك دائما ابدا عمليه الجلوكيورينيديشن او الكونجوجيشن رياكشنز هي عمليه تبطل مفعول الدواء، ما عدا استثناء واحد بس. مين هو؟ عمك المورفين. المورفين بعد ما بيركب عليه الجلوكيورينيديت بيتحول لمركب اللي هو الميتابولايت بتاعه اسمه مورفين 6 جلوكيورينايد. البديهي دكتور محمدي قايل لي قاعده عامه، الجلوكورينيديشن كله دايما بيبطل مفعول الدواء. يعني هنا ده المورفين ده المفروض بناء على كلامك ان هو ليس اكتف. لا، هقول لك لا، معلش انا اسف.
الغي اللي احنا قلنا ده المثال الوحيد اللي هتحفظه، ان المورفين 6 جلوكورينولايت مور اكتف عن المورفين، مع انه حصل له جلوكورينيديشن، مع انه بيقع تحت عمليات الكونجيجيشن اللي انت لسه قايل ان هم ديتوكسيفيكيشن رياكشن. اقول لك بس ده الاستثناء اللي بيجي دايما في الام سي كيوهات. هيقول لك كده بالنص conjugation reactions، تمام، are detoxification reactions، او البيرنت دراج lose its activity except for، ويحط لك امثله. مين الدواء الوحيد اللي ما بيفقدش فاعليته في الكونجيجيشن رياكشنز؟ هتقول له المورفين. او يجيبها لك بشكل تاني، يجيب لك الدواء والميتابولايت بتاعه، يقول لك كل الامثله اللي قدامك دي الميتابولايت is less active than the parent drug except for، ويقول لك الا واحد منهم، ويحط لك المورفين وقصاده المورفين 6 جلوكورينايت. فساعتها تختار المثال ده. بتيجي كتير دي يا شباب. طيب ليتس سم اب. يبقى انا بعمل للدواء ميتابوليزم ليه؟ لان الدواء بتاعي بيبقى لايبوفيليك، فبدخله على فيز 1 رياكشن. فيز 1 اللي هي فانكشناليزيشن، بحط له فانكشنال جروب عشان تخليه بولر شويه، بعمل له اوكسيديشن، بعمل له ريدكشن، بعمل له هيدروليسيس، ايا يكن. حلو. طب لو كان الوضع ده كفايه، لو الفيز 1 رياكشن كان كفايه، خلاص هيروح خارج. طب لو ما كانش كفايه، يخش على فيز 2. مين فيز 2 دي؟ اللي هي الكونجيجيشن رياكشنز، اللي هو اشهر واحد فيها جلوكو يورينيديشن. يطلع لي منها برودكت يبقى ووتر سوليبل، يبقى بيحب الميه جدا فيقدر يخرج في اليورين. ده الطبيعي ان انا امشي فيز 1 ثم فيز 2. يس، ده الطبيعي. امال في استثناءات؟ امال انت بتمهد لايه؟ بقول لك طبعا في عندي شويه اكسبشنز. ايه هي الاكسبشنز يا دكتوره؟ قال لك يا سيدي الفاضل، عندي اكسبشن في النيونيتس. مالهم النيونيتس حديثي الولاده، العيال الصغنطوطين دول؟ قال لك الكبد عندهم ما بيبقاش شغال احسن حاجه، فعمليه الجلوكويورينيديشن دي ما بتحصلش. فايه اللي يحصل؟ الادويه اللي المفروض احنا بنديها للبشر بامان وسلام، وعارفين وضامنين ان كده كده الكبد هيعمل لها عمليه الجلوكويورينيديشن فالجسم يتخلص منها بسهوله، عند النيونيتس تبقى كارثه. ليه؟ حاجه زي الكلورام فينيكول. حد عارف مين الكلورام فينيكول ده؟ ده انتي بايوتيك، وانتي بايوتيك يعتبر اتلغى، يعني اختفى من الوجود، قديم جدا. حاجات بس الحاجات اللي كانت بتواجه الملاريا ومش عارف ايه وانقذ البشر من بلاوي يعني. بس الكلورامفينيكول ده لقوه بيعمل حاجه اسمها جراي بيبي سيندروم. يعني ايه يا دكتور؟ ايه جراي بيبي سيندروم دي؟ قال لك ان الطفل حرفيا بيقلب لونه جراي. بجد والله، والله بيقلب لونه جراي. جراي بيبي سيندروم. حصل للواد توكسيستي رهيبه، لونه غير والواد ممكن يموت. طب هو ليه حصل كده؟ كلورامفينيكول تراكم في جسمه وعمل له توكسيستي. طب هو الكلورامفينيكول تراكم في جسم العيل الصغير ليه ما خرجش؟ قال لك اصل الواد الصغير ده الكبد بتاعه لسه ما حصلوش ماتيوريتي، ما اكتسبش كل الانزيمز، ما كونش كل الانزيمز اللي من ضمنها الانزيمز بتاعه الكونجوجيشن، انزيمز الجلوكويورينيديشن. فالكلورامفينيكول كانت الطريقه الوحيده لخروجه من الجسم هو انه يحصل له جلوكويورينيديشن فيخرج عن طريق البول. طب في العيال الصغيره لا، لو اديتهم الكلورامفينيكول هيتراكم في دمهم لغايه ما يعمل لهم توكسيستي اسمها جراي بيبي سيندروم. فعشان كده ممنوع 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 الكلورامفينيكول يتاخد لاي طفل حديث الولاده تحت السنتين او تحت الاربع سنين. في جايد لاينز تقول لك 4 سنين كمان. فممنوع اي طفل ياخد الكلورامفينيكول عشان قصه الجلوكويورينيزيشن دي يا شباب. تمام؟ تاخدوها طبعا في فارما 3. هتيجي الفارما 3 طبعا الحته بتاعت الانتي بايوتكس، هتاخدوا موضوع الايه؟ الجلوكويورينيزيشن ده. طيب في استثناء تاني يا دكتور؟ في استثناء تاني. عندي حاجه اسمها الايزونيازايد. ايه الايزونيازايد ده؟ حد عارف الايزونيازايد ده علاج لايه؟ اي ثينك انتوا الحاجات دي حد عارف؟ بيبي. تي بي. بالظبط. هو في البتاع باظ ليه؟
ثانيه واحده. تي بي بتاع مهزوز، السلك مهزوز. ما احنا كنا ماشيين كويس، في حد باصص لنا في المحاضره. الايزونيازايد قال لك استثنى لليوجوال ميتابوليزم باث واي. يعني ايه استثنى ليها؟ مش احنا متفقين ان الدراج بيعدي على فيز 1 ثم يعدي على فيز 2 ثم يخرج من الكدني؟ قال لك الايزونيازايد لا، ما بيعملش كده. ده الاول بيروح يحصل له اسيتايليشن في فيز 2، ثم بعد كده يحصل له اوكسيديشن عن طريق السيتوكروم من فيز 1. كده تاني كده، الايزونيازايد يحصل له فيز 2 رياكشن الاول، ثم بعد كده يحصل له فيز 1 رياكشن. فالاستثنائين دول بعد اذن حضراتكم تحفظوهم كويس جدا. ايزونيازايد فيز 2 الاول ايه هي؟ اسيتايليشن، بيركب له اسيتايل جروب اللي هي رياكشن من رياكشنات الفيز 2، ثم بعد ذلك يحصل له عمليه اوكسيديشن. طب وعمليه الاكسده دي هي انهي رياكشن؟ ده رياكشن من رياكشنات الفيز 1. وبعد كده الراجل المحترم ده يروح خارج من الايه؟ من الكدني. فالاستثنائين اللي عايزين نبقى عارفينهم، او الثلاث استثناءات: استثناء المورفين، ان المورفين البيرنت دراج ليس اكتف عن المورفين 6 جلوكوريونايد. طيب النيونيتس وكلورامفينيكول وعمليه الايه؟ الجراي بيبي سيندروم. وثالث حاجه الايزونيازايد. الحاجات دي كلها اسئله ام سي كيو يا شباب.